في ناس كتير ما بيحبوش صينية البطاطس بالفراخ، بس عايزة اقول لكم انتوا فايتكم كتير قوي. جربوا صينية البطاطس بالفراخ بالطريقة دي وانتوا هتستمتعوا بيها جدا. دي طريقة عادية جدا، طريقة امهاتنا القديمة، والله ما في احلى من اكل امهاتنا وجداتنا. بتجيبي الفراخ بتاعتك تغسليها عادي خالص وتركنيها على جنب. بعد كده بتجيبي البصل والثوم، بس كتري البصل والثوم وقرن فلفل اخضر وشويه ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه، وكمان حبه سبع بهارات وجوز الطيب وشويه زيت. وتمسكي بقى كل ده تفعصيه في بعضه كده فعصه كويسه لحد ما ينزل الميه بتاعته، وتمسكي الدليك تتبلي بيه الفراخ وترصي الفراخ بتاعتك وترش عليها شويه زيت صغيرين وتحطيها تشوح على النار. بعد كده هتحط عصير الطماطم الفريش بتاعتك وتعلي النار لحد الفراخ ما تستوي 3/4 تسويه، وبعدين تحط البطاطس بتاعتك الترنشات الجميله دي. وبعد ما تتاكدي ان خلاص استوت وفيها شويه صوص حلوين كده، تيجي مدخلاهم تحت الشوايه في الفرن ياخدوا اللون الجميل قوي ده، وبألف هنا وشفا. هتاكليها مع رز بشعريه او رز ابيض، الاتنين حلوين جدا، او حتى رز حبه وحبه. الحقيقه حلو جدا جدا جدا. ولو بتعملي دايت ممكن تاخدي طبق سلطة مشكل مع البطاطس والفراخ، بتبقى جميلة جدا جدا جدا. وألف هنا وشفا، وباي باي.